ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. عادت من جديد إسبانيا، أتت العرضية إسبانيا، جافي كرة لإسبانيا، سيساراس بليكويتا، الفارو جول! هنا الصياد فلا غرابة، نعم هنا الصياد، هو الصياد قولا وفعلا في هذه البطولة. الفارو للتاريخ، لأنه يسجل في 3 مباريات متتالية. الفارو موراتا في كأس العالم غير، الفارو موراتا في هذا المونديال غير، الفارو موراتا يسجل لا يضيع هنا، يسعد لا يبكي هنا. الفارو أتت العرض منتخبي اسبانيا، تمريرة من باو بينية تأتي، لكن التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، وصلت بعد ذلك إلى خارج اليابان في فرصة اليابان، منتخب الياباني. بيدري عندك كرة في الوسط، تمرير إلى رودري، هكذا هي النقلات أمام الصبر. كرة منقولة إسبانية وصلت من الطرف الأيمن، جافي يحاول فيها لكن خطأ كان موجود، ممتازة إلى جافي في الاستلام، بعد ذلك بيدري لاولا حاضرة في مدرجات الفارو موراتا، والعرضية أولمو تسلل كان موجود في اللقطة الماضية. نعم الفارو موراتا كان متسللا في الكرة الأخيرة، بينما هنا سند يا سلام إلى بالدي، عرضية تأتي فريق اللعب إيتا كرة إلى حارس من غير اليابانيين. نعم وهذا الأمر تشاهد، كلما تنقلت وكلما ذهب وكلما تواجدت يرى هذا الأمر سواء كان هنا سيمون عنده كرة، هنا كاد أن يخطئ، كاد أن ما وصلت من جديد لليابان، فرصة اليابان والتسديد لكن إلى خارج الملعب. كمادا العرضية التي قد تأتي، لكن بالدي في السبعة، وتعودنا العشر. كرة من نيكو ويليامز، عرضية تأتي خطيرة لكنها إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. وهنا صافرة الحكم السيد. المنتخبين شوط أول انتهى بتقدم المنتخب الإسباني على حساب المنتخب الياباني بهدف أحرزه الفارو موراتا. تغييران في تشكيلة المدرب مورياس مدرب المنتخب الياباني في بداية وقبل انطلاقة هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. المدرب الذي يريد أن يكرر ما فعلته اليابان أمام ألمانيا هنا في هذا الملعب. هل ينجح؟ هل يحقق مراده؟ هل يحقق مبتغاه؟ هل يتكرر وتتكرر تلك الليلة التاريخ؟ كوستاريكا اليابان برصيد 3 نقاط. كرة وصلت يابانية، فرصة خطيرة، الله فعلوها في المرة الأولى هنا، لماذا لا يفعلونها للمرة الثانية؟ اليابان تسجل هدف التعادل. الساموراي، هذا المحارب الذي لا يستسلم أبدا، هذا المحارب الذي لا يعرف أبدا طعم الاستسلام ومعنى الاستسلام. هذا الياباني سعيد، وهذه اليابانية خطيرة تأتي، الله سجلوا الثاني، ولكن اتضح أن الكرة تجاوزت الخط الموازي للمرمى. ما الذي يحدث؟ هل الهدف صحيح؟ أكثر لحظة ترقب في حياة القرار، وما القرار تأخر. هذا الياباني هنا، يا الله يا كرة القدم، ماذا تفعلين بنا يا كرة القدم؟ أنت دائما ما تجعلين عرضة للجنون، أنت تجعلين عرضة للجنون، نعم للجنون. لحظات الترقب هناك في اليابان يدعون، هل هو هدف؟ نعم اللحظة التي انتظرتها اليابان أتت بثمارها.
وتحتفل في صباح باكر ليس كأي صباح. هذا يبكي، نعم أنت تبكينا. وما تفعل هذه البطولة. موراتا يغادر أرضية الملعب. أسينسيو قصة الملعب، لدينا تمريرة نقلة عن طريق اليابانية، فرصة خطيرة. أوناي سيمون تصدى، بل التقط الكرة اليابان خطيرة. مرور تقدم تمريرة ولكن هدف. بينما هنا يا لها من مجموعة، يا لها كرة منقولة. يا سلام، هو يرجع تابلت خلاص عادي معاك والكاميرا بتتفتح. ايه المشكله في الكلام ده كله؟ انا لو نزلت الفيديو هياخد بالواحد جيجا ونص، ممكن يتنشر في خلال 3-4 ساعات بحسب النت اللي عندي. فده يا شباب ده المقترح بتاع الفيديو، او ده بتاع الطريقه بحاجه. دلوقتي يا شباب فاضل لنا ايه في الطريقه علشان كده بايظه. دلوقتي انت هتعمل ايه؟ خلاص كده. طب انت دلوقتي عايز ترجع للوزاره، عايز تعرف نتيجتك لما تظهر على ال LMS. دلوقتي هتعمل ايه؟ بص يا شباب، صلى على النبي. دلوقتي لما انت عايز ترجع للوزاره، هتعمل سوق للتاب ضبط مصنع تاني. فانت اعمل ضبط مصنع تاني للتاب وهيرجع لنظام الوزاره. تعال نعيد الكلام تاني بالراحه. دلوقتي يا شباب هتعمل ضبط مصنع اول مره. تعالوا برضو اوريكم ازاي هتعمل ضبط مصنع لو انت اندرويد 8 بتبدا تروح على الضبط. بس لو انت عامل الضيف بتعمل ريستارت للجهاز، ولو انت زي ما انتم شايفين انا عامل الضيف على اندرويد 8، وهتلاقي كلمه شاشة القفل هتعمل نمط، وهيبدأ يظهر معاك كلمة الحماية. هتبدأ اللي هو رمز بيوكي. أكيد كلكم عارفين طريقة عمل سوفت لضبط مصنع 8، هتلاقوها في القناة تحتي. انزلوا في القناة وشوفوا، هتلاقوها تحت في القناة طريقة عمل ضبط مصنع على اندرويد 8 واعملوه. هتبدأوا تعملوا ضبط مصنع 3 مرات، وفي الرابعة هيشتغل معاكم، يشغل كاميرا ويشغل كل حاجة بالتفصيل الممل. دلوقتي يا شباب وهي اللي هو الحل التاني اللي هو بتاع اندرويد 7. لو انت عايز تفتح الكاميرا على اندرويد 7 وعايز انك انت تعمل اللي هو الموضوع ده دلوقتي، وعايز تفتح وتخليه يرن الو كده والكلام ده كله، يعني تليفون جديد، هتبدأ برضو تعمل ضبط مصنع 3 مرات، بتعمل قفل الشاشة، بتعمل نمط 15 مرة، وبعد كده بتبدأ انك انت ترجعه لنظام الالعاب والكاميرا. ده كان كله مختصر الفيديو يا شباب. هتقول لي انت ليه ما عملتش الطريقة عملي؟ والله يا جماعة الفيديو بيظهر بالواحد جيجا ونص. انت عارفين يعني 1 جيجا ونص؟ يعني 1 جيجا و2 جيجا، يعني مش عايز اقول لكم حاجة ياما اوي. و2 جيجا للناس اللي ما تعرفش ديت اللي هو بالظبط يا جماعة ال2 جيجا دول يعني قد مساحة قد تنزيل بابجي.